أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. تحدثت الكرونيكوز والإعلامية بي الزردي أثناء تدخلها في أحد البرامج التلفزية معلقة على الخبر الذي انتشر الأسبوع الماضي ومفاده إصابة مغني الراب التونسي سمارة بالمرض الخبيث، وقالت أنه أصبح موضة استعطاف الجمهور والمتابعين، مصرحة في تدخلها: أنا فعلا محبطة من سمارة، مش معقول نتلاعبوا بمشاعر الناس، سمارة وغيرهم عندهم برشا ناس تحبهم. المدة هذه أصبح من السهل تبكي عبد وتوري له اللي أنت مسكين وحالتك تسخف. غريبة الناس وخاصة المشاهير أصبحوا يتلذذوا كيرا والعباد حزين عليهم. بربي علاش تقول للعبد حاجة تخليه حزين وانت راقد مرتاح وبعدها تخرج وتقول لا راني نفدلك عليكم؟ هذه راهي فدلك ماستا ومش معقولة ويعاقب عليها القانون أصلا. عيب عليك يا سمار، واللي عملته ما يخرجش عليك ولا على فنك. ودعت بي الزردي في ختام تدخلها الفنانين والمشاهير إلى التوقف عن مثل هذه التصرفات والتلاعب بمشاعر الناس والضحك على ذقونهم.